السلام عليكم كيكرز ومساكم ورد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عرب، عيم، حضر، بدو، شيعة، سنة، دام تجمعنا شهادة لا إله إلا الله، إيش حق التفرقة والعنصرية؟ بالنهاية ربنا بيحاسبنا على أعمالنا، مو على أعراقنا ولا هوياتنا. خلنا كذي كنا نعيش إخوان بأمان وسلام في طاعة الرحمن. حفظ الله. السلام عليكم كيكرز. الزواج سنة من سنن الحياة وكمان نصف الدين، ورابط مقدس ما بين الرجل والمرأة. لازم يكون الرابط أبدي، ثم المفروض نختار اللي يقدس ويحترم هالرابط. ومثل ما نشوف هالأيام الفساد في مجتمعنا خصوصا بين المتزوجين والمتزوجات، السبب الاختيار الغلط. عشان نتغاضى الفشل الزواج، كل واحد منا له الحرية الاختيار. بالنهاية حياتكم مع الشريك انتوا اللي بتعيشونها، واهم شيء انكم تكونون مستعدين نفسيا وجسمانيا لدخول حياة جديدة مع شريك عمرك. بحفظ الله. كيكرز، امريكي يعلن اعتناقه الاسلام وتزوج وابتعث بموافقة اهلها. انا برد على الموضوع. ترى وانخت شبابنا ما فيهم شيء، بس لو يتسنعون شوي. ترى يكفي غيرته، هيبته، عزة نفسه، يكفي حنانه وطيبته، يكفي لهجته لهجتك. لا تقولون عني عنصرية، بس فيهم بناتنا هالايام طايحين بالاجنبي والهندي وغيرهم. زين ليش؟ يبا انجرحتي ومعناته تاخذين من غير دمك. فكري بكلامي، قبل لا تقدمين على شيء بتندمين عليه وبكون ضد مجتمعك. ولا تنسين الضحية هلك اللي هم جزء من المجتمع، وباكر شنو بكم موقف عيالك. بحفظ الله. فكري زين. السلام عليكم كريكرز، من قلب سيدني مامي زقيل تحييكم، وهذا الكيك حق أهل السعودية وكل متابعيني من أهلنا السعودية. على قلبي أنا أحبكم مرة 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 كثير. انتو كذا كذا زوغة. على قلبي. حفظ الرحمن. باي.